النهارده هنعمل مع بعض المحمرة الشامية من المقبلات اللي تحب تعملها جنب المشاوي بطعم مفيش أجمل من كده وبكل سهولة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير واشترك في القناة. أول حاجة في وصفتنا هنجيب 4 من الفلفل الرومي الأحمر حجم كبير، هندهنهم دهنة خفيفة من الزيت ونحطهم في الفرن يتشووا معانا ويدبلوا معانا. احنا مش عايزين الفلفل ينشف مننا، احنا عايزينه يدبل بس. بعد ما يبرد هنبتدي نشيل القشرة الخارجية ونشيل البذور ونفرمهم وهيطلعوا معانا بالشكل ده. بعد كده هنجيب البوله بتاعتنا وننزل بدبس الفلفل اللي احنا فرمناه ومعلقه من دبس الفلفل الحار، وده اختياري بس بيدي طعم سبايسي وحلو قوي للمحمره، و4 معالق كبار من معجون الطماطم وبصلايه وسط مفرومه ناعم وفصين توم مهروسين، و4 معالق كبار من الطحينه ومعلقتين من السمسم متحمصين بيدوا طعم حلو قوي، ونص كوبايه من عين الجمل متكسره قطع صغيره، ومعلقه صغيره من الملح والكمون والكزبره، و4 معالق كبار من دبس الرمان، ونص كوبايه من زيت الزيتون. هنقلب المكونات كويس وبعدين هنضيف البقسماط المطحون. انا خليت الخطوه دي في الاخر عشان ما فيش معيار ثابت للبقسماط، حسب القوام اللي انتوا حابينه. انا هنا ضفت ربع كوبايه من البقسماط وبعدين ضفت ربع كوبايه تاني، هنا استخدمت نص كوبايه من البقسماط. ولو القوام حسيتوا ان هو بقى تقيل معاكم ممكن تضيفوا شويه من زيت الزيتون. كده هنحطها في القالب ونرش عليها شويه من زيت الزيتون ونعمل شكل كده بالمعلقه زي ما انتوا شايفين، ونحط عين الجمل ونزينها هتطلع معانا بالشكل الجميل ده. وبكده خلصت معانا المحمره الشاميه بطعمها الجميل، صدقوني هتحبوا تعملوها على طول. جربوها وبالهنا والشفا.